اليوم احنا وعدناكم نسولف عن الحواريين شوية، خلينا ناخذ واحدة، ان في قصصهم لعبرة. خلينا ناخذ واحد من الحواريين. هذا اول واحد من حواري عيسى. عيسى عليه السلام كان ما عنده حواريين، طلع يدعو الى الله يفتر. واحد من المحلة، من المكان اللي كان بعيسى، قال له سيدي انا ارافقك. هسه انتم من انا احكي عبالكم هو هذا اللي قال له ارافقك هو هذا الحواري؟ لا مو هذا. عيسى عليه السلام قال له يلا امشي. مشوا بالطريق، لقوا 3 سبائك من الذهب مشمورة على القاع. هذا لما شافن قال له يا نبي الله. قال له نعم. قال له ذني سبائك ذهب. قال له عيسى عليه السلام قال له اتركهن. سبائك؟ قال له لا عوفن. مرة قال له شلون اعوفن؟ قال له عوفن. اخير شيء عيسى عليه السلام قال له لو طريق هذني، انا ادعوك الى الاخره وهذني السبائك معناها الدنيا، انت شو تريد؟ انا لو السبائك؟ قال له لا بالله ما اريدك انت، اريد السبائك. عيسى قال له روح على كيفك. عيسى عليه السلام راح كمل. صاحبنا شال 3 سبائك ذهب، رأسا ضرب الخريطة براسه، راح ابني هالشكل، راح اعمر هالشكل. بعد شوية جاي يحلم، اجوا 2 راكبين على، كل واحد راكب على فرس، اجوا من هناك من بعيد، شافوه بيد السبائك من بعيد. هو من شافهم اختل، خاف، قال اخاف ذني السبائك ملاتهم وهذول اجوا يقتلوني. بعدهم هم ما يدرون شكو. اول ما وصلوا يمه قال لهم 2 الكم ووحده الي، خلونا 3 نستفاد، كل واحد وحده. هذول قالوا هذا ايش بيه مخبل؟ قالوا له شنو كل واحد وحده؟ طلع السبائك. قالوا له يعني ينعم الله عليك، قولته ان رزق البزازين على معثرات، كل زين كذا تعطينا 2، احنا هم تايهين مثلك، طالعين احنا سلابه، لقينا يلا 2 بوحده. زين خلنا نتمالح شويه، ملح الدنيا مو ملح الاخره، مو هاي الخبزه مو بكل واحد تاثر، بس خبزه الله تاثر. الله يكثر خير الحج يوميا عنده فطور هنا، هاي خبزه الله تاثر، بس اكو برا خبزه لا بالله، خبزه ابليس، هاي لا تاثر ولا ابدا. المهم اريد اختصر. قال له يعني، قالوا له يعني 2 إن وحده الك؟ قال لهم ايه. قال له زين خلينا نسوي زاد وملح، روح للسوق جيب لنا اكل، خلينا نتمالح وكل من ياخذ مالته ويروح. راح صاحبنا يريد يجيب لهم الاكل، بالطريق قال انا ايش قد غبي، يعني هذول 2 ما كانوا يدرون اكو عندي سبائك، واني هالشكل شلت 2 وانطيتهم بدون الم بدون وجع قلب. ايش قد انا غبي، دخلني انا اتغدى بيهم قبل لا يتعشون بيه. راح للسوق اشترى طعام، جاب لحفنه ما السم ذبها على الطعام، سم الطعام واجى. هم بيناتهم قالوا هيك واحد تافه بايق البوقه وقاسمنا اياها على البلاش، حرامات ياخذ حتى وحده. دخل يجي خلنا ناكل لحم ثوره قولتهن وناخذ راسه ونطلع قبل وناخذ السبائك 3. كل من نول صاحبه نيه سوء جاب لهم الاكل. بعد ما قعد قالوا له لا تاكل، قوم خذوا من راسه قصوا راسه قتلوه. من كتلوه حطوا السبائك بصفهم، قالوا حرامات نعوف لهذا الطعام. دخلنا نتغدى، اتغدوا الجماعه انجطلوا بصفه. هي هاي الدنيا. عيسى عليه السلام قال للدنيا، شافها صورة مرة جميلة، قال لها كم تزوجتي؟ قالت تزوجت كثير. قال لها كلهم طلقتهم؟ قالت لا بل كلهم ماتوا، ما طلقت لي أحد، هم ماتوا راحوا هذول أهل الدنيا. عيسى كمل مسيرة، اختصر، مشى جاع عطش بالصحراء، شاف اكو خباء مضروب، راح صاح ضيف قال له اهلا بالضيف. دخل شاف مرة عجوز وواحد شاب، طبعا ما يعرفوا هو نبي وعيسى عليه السلام شيء. شاف واحد عجوز، مرة عجوز وواحد شاب لونه أصفر يرجف مريض على فراشه شيء. قعد جابوا له شوية لبن شات، أخذ عيسى سأله الشاب، قال له أنت شنو بيك؟ قال له أنا مريض، أشوف على وجهك نور، أنت منو؟ قال له أنت ما عليك علاقة أنا منو، أنت شنو عندك، شنو مرضك، ليش؟ قال له والله أنا في يوم من أنا أشتغل عامل بنة، أجيب أجرتي وناكلها مصروف أنا وأمي. فرد يوم من الأيام أجي أشتغل بالولاية، وإجا المنادي ينادي أيها الناس غضوا أبصاركم، هذه بنت الملك جاية تمر. يقول هذا اللي قعد وهذا اللي دار وجه الحائط وشيء. أنا شوي خليت إيدي على وجهي، لما تعدت بنت الملك شوي فتحت عيني شفتها، وإذا بها جميلة شغفت بحبها وقع حبها في قلبي. ومن ذاك اليوم لهاليوم أنا لا أقدر أشتغل، لا أقدر أعمل، ما ببالي غير بس بنت الملك. أنا فقر أخاف أروح أخطبها، الملك يطردني، أنا كذا كذا. عيسى عليه السلام قال له إيه أنا أساعدك،
شلون تساعدني؟ قال له أولا لا يأس مع الحياة، هذا أول درس. لا تأيس، تفقد عزيز لا تأيس، تخسر تجارة لا تأيس، تصير تنطلب فلوس لا تأيس، يصير عندك فرد لا سمح الله وعكة صحية نستجير بالله وإياكم، لا تأيس، لازم عجلة الحياة تستمر. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، رحمة الله موجودة، لا تأيس، توكل على الله وقوم. قام هذا الشاب. اختصر، شو وقت يا الملك؟ قال الملك عنده فلان يوم الناس تطب عليه تشوفه. راحوا بفلان يوم، الناس تلزم سرة تسلم على الملك. اجى صاحبنا لزم سرة، قال له طب للملك اخطب بنتك. سمع كلام عيسى، اجى هذا الشاب وصل للسرة، سلم على الملك. الملك قال له تفضل. قال له والله انا مو بس جاي اسلم عليك. شنو؟ قال له جاي اطلب القرب منك. قال له كيف؟ قال له جاي اخطب بنتك الوحيدة. الملك باوع عليه، شكله مو مريخ، يخطب بنتي؟ شنو انت تخطب بنتي؟ اكو وزير بصفه، دكتور علي الوردي يسميهم وعاظ السلاطين. وعاظ السلاطين شوف مهلكة هدام وغير هدام بسبب عزة الدوري وهالشتولات الداير مدايره. هسه ربعنا الظاهر هم عندهم كل واحد داير مدايره نفس الحاشيه اللي جاي يطيحون بحظهم. شوف دائما ذول الحاشيه، اعوذ بالله من الحاشيه. صدام ايش مدري الواد يمكن تكرهه، يطبون عليه جماعه يقولون صعد للشمس لبسها تراجيها، ايش مدري؟ يدري؟ ما يدري. الحاشيه يقولوا له انت اله عند الناس، الحاشيه هي اللي تمشي. هسه جماعتنا هم حاشيه. سقلا صدام كانوا الحاشيه غربه، عزه الدوري وطه ياسين رمضان وطارق عزيز، ذولا غربه بالله. بس ربعنا قاموا كله خالتي وبنت خالتي، انا ونسيبي وكذا. تطب للوزاره ابويا يمن الحكي، قالوا الوزير هيجي بس طنطل. ابويا كان يمن الشغل، قالوا نسيبه كل الزين. ابويا وهاي الوزاره يمن، قالوا والله هذا اخو الوزير هنا يلعب شاطي باطي. ابويا وذيك الوزاره قالوا والله ابن الوزير. وهذيك منه خون نسبان مقولين رحمه، قول نسيب ولا تقول اخو بالوزارات هسه. اي والله وداعتكم ترى ما جاي احكيكم، يعني ممكن تضحك لانه هو شر البليه ما يضحك. نسبان الوزراء لاعبين طوبه، واذا انت نسيب رئيس الوزراء ويل لمن كفره النمرود بعد شكو، تصير شريك بالكعكه وداعتك. الله يهلك كل من يريد بهذا الشعب سوء بجاه هاي ليالي شهر رمضان. اي المهم، فالوزير اللي كان قاعد بصف الملك كان وزير عاقل مو وزير تافه. الملك التفت للوزير قال له ما تقول لي هذا شلون تريدني اقتله بيا صوره؟ الوزير قال له ليش؟ قال له شوف هذا المهتلف جاي يخطب بنتي. قال له ولا يخطب بنتك مو معناها تقتله. قال له شو اسوي له؟ قال له هذا انسان عنده كرامه، انت اشتري كرامته. مثلا انت تشوفه هو ما يقدر يدبر ال1000 دينار، قل له انا اريد مهر بنتي 10,000 دينار وخلي اطلع منها بحيله شرعيه وبادب وخلي يروح. ليش تكسر خاطره؟ الملك التفت له قال له انت جاي تخطب بنتي وانت بكامل قواك العقليه؟ قال له نعم. قال له بس مهر بنتي هواي عليك. قال له شنو مهر بنتك؟ قال له انا اريد مهر بنتي 10 نياق محمله بالذهب. اذا دبرتهن هاي بنتي قدامك، ما دبرتهن الله وياك. هذا عامل بنا قولتهن هو يقول للدينار استريح، انه بتعال جيب لي 10 نياق ذهب. طلع برا فج بالسمو فج بالقاع، تلقاه عيسى عليه السلام قال له ها؟ قال له مو قلت لك ما اطب؟ قال ليش؟ قال له طلب مني هالقد. قال له يلا عيسى امشي انا نبي امشي. ما يدري هذا نبي. راح وياه. شو اسوي؟ قال له روح جيب استاجر لي 10 نياق. راح اجر، جابهن وقفهن واحده ورا واحده، سواهن قطار. هذا القطار الحديدي مستخرج من قطار الابل، هذاك اليوم كانوا يوقفون الابل واحده قدام واحده يصير قطار يسموه. المهم سواهن قطار. عيسى قال له يلا جيب لك مسحاه كركشي. جاب، قال له يلا حمل تراب وخلي على ظهور البعران. اجلكم الله. قام يشيل تراب ويخليه ترى سن 10. عيسى عليه السلام قال له وخر شويه كلمات دعاء الى الله. قام يجي عيسى يمر على التراب، يمرر ايده يتحول التراب الى ذهب باذن الله. تفضل هذا المهر مال بنت الملك، يلا اذن 10 نياق وروح قل له اعطيني بنتك غصبا عليك. اجى هذا صاحبنا عامل البنايه، جاب ال10 نياق طب على الملك، قال له تفضل جلاله الملك.
منين جبت ما منين؟ قال له أنت طلبت مهر وهذا أنا المهر جبته إلك. بعد خو الملك صار أمام الأمر الواقع، زوج بنته. الملك هم شايب كبير، قول له تهنى الحلقة الأخيرة يريد يموت. قال له الصبحة، مو عندنا العم مرات يتصل حلبته، قال له أنت الصبحة مالتك أنا ابن ما عندي بس هاي البنت، هديتك الصبح ولاية العهد مال المملكة إلك. سبحان الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن وتعز من تشاء وتذل. بطل التحرير القومي 37 سنة مدمر أهل لا إله إلا الله، طلعوه من الحفرة. وهذا عامل البناية، عامل بناية نايم ويرجف، الله دز له نبي سواه ملك، صار ولي عهد. أسبوعين 3 على ولاية العهد مات الملك. من صار الملك؟ تؤتي الملك من تشاء، صار هو الملك. ما صار هو الملك، التفت عيسى عليه السلام قال له خلاص أنا وفيت بوعدي وياك وأنا في أمان الله. قال له أوقف، تعال، شنو في أمان الله؟ أنت اللي قدرت تسوي لي هاي الأمور، حولتني من عامل بنا إلى ملك، جبت لي 10 نياق من الذهب. أشو أنا فايتتني أشوفك أنت. هو ليش اسمه المسيح؟ لأنه كان يرتدي المسوح. أحبتي، المسوح يعني الصوف الخشن. أشو أنت سويتني ملك وأنت لابس مسوح خشن، ليش؟ قال له لأن أنا ما أدور على هذني مالات الدنيا، أنا أدور مالات الدين، مالات الله. أنا نبي الله عيسى، وأنا مأواي في مستقر رحمة ربي. لما طلع هذا استحى من نفس الشاب، شال تاج الملك، ذب، قال لهم شوفوا للشعب، شوفوا لكم ملك غيري، وركض خلف عيسى وضع يده بيده. ليش عفت مملكتك؟ قال له أنا مثلك أريد أطلق الدنيا وأحتضن الآخرة. قال له أحسنت في الاختيار، يلا تعال امشي وياي. هذا أول حواري من حواريي عيسى، ال 12 واحد. هاي قصته. لما اجى بي قال له أنت أحسن شيء اختاريت طريق الآخرة مو طريق الدنيا. قال له كيف؟ قال له تعال خلي أراويك اللي اختاروا طريق الدنيا ايش صار بيهم. اجى لقى 2 مجطلين وصاحبه أبو السبائك وياهم. قال له ذولا إني لأعجب بالذين تشبثوا بحبائل الدنيا وهن رثاث. فصيام العموم إخواني أو صوم العموم، الإنسان يبقى عنده شغف بالدنيا، يبقى متعلق بالدنيا. هذا صوم لا يسمن ولا أبدا، كل شيء مال ولا يشبع، ما بفائدة. الصوم الثاني يسموه صوم الخصوص. هذا صوم الخصوص يفرض رقابة على الجوارح، بحيث إذا تمر عليه معصية من المعاصي يستجير بالله ويقول اللهم إني صائم. ومن قال في نهار الصوم اللهم إني صائم دخل في حصن الله أمانا من الشيطان الرجيم. اللهم إني صائم. ليش؟ لأنه يجنب المفطرات، يفرض رقابة، سياج، حصن من التقوى على ذاته أو على نفسه. لأنه المفطرات مشكلة. المفطرات عندنا بالشارع المقدس جماعة من الفقهاء يقولون المفطرات 9، وجماعة يقولون 12. هسه مثلا واحدة من ذن المفطرات النظر إلى الحرام أو النظر بشهوة. هو النظر بشهوة أصلا بالأيام الاعتيادية هو حرام، فما بالك بشهر رمضان. ألا ومن ملأ عينه من النظر إلى الحرام ملأ الله عينه يوم القيامة بجمر جهنم. شنو جمر جهنم؟ انت شايف إذا قطعة قشاية مال خشب صغيرة تطب بعينك تأرقك لو ما تأرقك، إذا شوية برادة مال حديد طبت بعينك تخليك تنام تهدأ، فكيف بجهنم؟ وشلون جهنم؟ اللي يصورها الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه يقول جهنم لو سقطت حلقة من حلقات جهنم على الأرض لأبادتها بأهلها. حلقة من حلقات جهنم تبيد الأرض بأهلها. أنت ليش تروح الجهنم؟ الآن بالدنيا أكو بعض كواكب ما قدر العلم الحديث إيش قد وصل للفلك، وعرف الشهب وعرف النيازك وموعد رأس السنة القمرية وعرف النجوم والمجرات وإلى آخره، كل عرفن. لكن أكو بعض كواكب لحد الآن العلم ما قدر يوصلهن، لأن وكالة ناسا الفضائية تقدر درجة الحرارة على ظهر ذلك الكوكب تقدير وليس تأكيد 20 مليون درجة مئوية.
20 مليون. تعرف شنو 20 مليون ولا لا؟